بمناسبة ماتش الأهلي وإنبي في كأس مصر، حبيت استرجع معاكم ماتش قديم بين الفرقتين في 2016 وكان في نصف نهائي الكاس برضه. ورغم ان تاريخ مواجهات الفرقتين كبير ومليان ماتشات حلوة، بس الماتش بتاعنا النهارده ده مثير قوي ويمكن في ناس كتير مش فاكراه. الماتش اتلعب على استاد الجيش في السويس، والأهلي كان بيدربه ساعتها مارتن يول، وإنبي كان بيدربه علاء عبد العال، والحكم سمير محمود عثمان. والماتش تقريبا كان متصور بكاميرا موبايل 6600. المهم الماتش بدأ والأهلي كان نازل سخن، وأول محاولة كانت من مؤمن زكريا في الدقيقة الرابعة. وهنا مروان محسن كان بيهوش كده ويفرش الدفاع، بس بيلعبها عرضية بعيدة. وبالمناسبة ده كان أول ماتش لمروان محسن مع الأهلي، فما تستغربش لو لقيته شادد حيله يعني. وكمان كان أول ماتش لعلولو قبل ما يدخل قلوب الأهلاوية طبعا. نرجع للماتش. بعد مرور ربع ساعة إنبي بيهدد الأهلي بكورة كانت ممكن تغفل الدفاع وأحمد عادل عبد المنعم، وادي هجمة مرتدة كان عايز يعملها عبد الله السعيد، كان بيلعب الثرو بيقول لزميله لو راجل الحق الكورة. وهنا محمد الشامي حاول يعدي من محمد هاني ومن غير ترقيص ولا حاجه، فقام محمد هاني هو اللي مرقص نفسه ووقع على الارض زي شوال البصل، واتحولت الكوره لهجمه كانت ممكن تعمل خطوره على الاهلي. وصلاح عاشور هنا حب يجرب حظه وقام باعت الكوره للمدرجات، فحب وليد سليمان يرد عليه وقام جرب حظه هو كمان في كوره من نص الملعب. وفي الدقيقة 29 تم اختراق دفاع الأهلي بنجاح، ومحمد الشامي بيرزع كرة صاروخ على يمين أحمد عادل عبد المنعم، ويتقدم إنبي 1-0 على الأهلي. وادي الهجمات، وادي كرة مرة تانية لصلاح، هرب في مكان خطير، وادي التحضيرة، جول 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 جول. تسديدة قوية جدا جدا. الشامي محمد الشامي يحط تسديدة صاروخية بعد تمريرة مفيش أجمل من كده. طبعا بعد الجون ده عارفين كابتن علاء عبد العال هيعمل ايه في الماتش. لعيبه الاهلي توتروا شويه، وعلي معلول كان هيعمل اول اسيست في مسيرته مع الاهلي لكن لمصلحه انبي، بس احمد عادل عبد المنعم بينقذ الموقف وبيصد الانفراد. تقريبا دي كانت اخر مره محمد هاني يعمل فيها عرضيه صح، ده بيعمل عرضيات تانية حلوه اهو. امال ايه اللي حصل لك يا ابني بس؟ ايام ما كان ناشئ بقى. وادي شوطه قويه من وليد سليمان بس في ايد علي لطفي. ومع نهايه الشوط الاول عبد الله السعيد بيقلش وبيضيع كوره انفراد سهله قدام الجون، عايز يلعبها بوش رجله، عامل لي فيها ابو تريكه. خلص الشوط الاول وانبي كسبان، ومع بدايه الشوط الثاني انبي بيضغط وبيوصل بكره خطر، وتقريبا سمير عثمان كان رايح بنفسه يكمل على الكوره ويشوطها. طبعا هنا بيعترضوا على وجود ضربة جزاء، وبصرف النظر ان ما فيهاش حاجه، بس هو برضه سمير عثمان كان رايح يعمل ايه ولا عايز ايه بالظبط. الاهلي بقى يوصل كتير وبيوصل بهجمات متنوعه، بس لسه مفيش فينش كويس بجانب تألق من علي لطفي. يحطها بالقدم اليمنى وضربة الراس وهوبا مروان محسن، رد فعل ورياكشن عالي المستوى. ادي الهجمه الاهلاويه، نشوف من هنا تسديده في الزحمه، غابه من ثقال لاعبي الفريقين، التحكم في كيفيه التصرف البدني وهوبا يا علي يا معلول. يا اكرم، اهو ده اكرم توفيق قبل ما يبلغ سن الرشد. احنا شفنا حاجات غريبه الماتش ده، يعني معلول كان بيلعب غلط ومحمد هاني ومروان محسن بيتألقوا، يا سبحان مغير الاحوال والله. وعماد متعب ملك البلاس 90 نزل عشان يخلص الماتش، لكن هو لقى لسه الوقت بدري فقام ضيع الكرة دي عشان يزود الإثارة والمتعة في المباراة. ممكن يعملها عماد متعب. وفي الدقيقة 82 مؤمن زكريا بيجي من ورا المدافعين ويثبتهم كلهم بالحارس ويسجل التعادل بالعافية أخيرا. جمال لأحمد فتحي، وادي الاستلام، وادي محاولة التسديد، وادي الجول جول جول جول. أخيرا مؤمن زكريا بتاع الأجوال في الدقيقة 82 من أول جملة وأول تفكير بالعقل وعدم استغلال مؤمن زكريا بالتخصص يضع هدف النادي الأهلي الأول وهدف العودة للقاء في التوقيت القاتل من اللقاء. ايه الماتش الجامد ده؟ شكله هيخلص على كده وندخل ضربات جزاء بقى. احنا ملحقناش اصلا نفكر في سيناريو الماتش هيكون ازاي، لان في الدقيقه 85 الاهلي بيسجل هدف الفوز عن طريق سعد السمير وباول اسيستات علي معلول مع الاهلي. 5 دقايق ومارتن يول بيشاور لعبته، ادي جول تاني جول جول. سعد سمير بالكربون يا حبيبي، بالكربون من هدف سموحه لهدف انبي ليصعد النادي الاهلي في المباراة النهائية في 5 دقايق بيعود المارد الاحمر ويعمل كامباك
بعد تسديدة راسية من مارتن يول كان هيموت من الفرحة بالمكسب ده. يبقى اركن الاتوبيس كويس يا كابتن علاء، او الاهلي في دقيقتين بس خلص عليك. وهنا تم تحقيق الريمونتادا بنجاح. هي ريمونتادا صغيرة كده يعني عالضيق. المهم يعني الاهلي كسب وصعد لنهائي كاس مصر 2016. لو عجبك بقى الملخص اعمل لايك وقول لي رأيك في الكومنتات، واعمل سبسكرايب للقناة عشان تتفرج على ملخصات تانية اول ما تنزل على طول. ما طولش عليك بقى، يلا سلام.